دايما هتلاقي الكود عامل لك تفصيلتين من التسليح. واحده لو انت عندك المنشأ ده شايل احمال فيرتيكال بس او جرافيتي لود بس، وواحده ثانيه لو في عندك احمال جرافيتي لود واحمال ايه؟ لاترال، احمال زلازل. دايما هتلاقي كده في تفصيلتين. وركز معايا في الحته دي قوي علشان في فرق في التسليح ما بين دي ودي. ونعرف ايه سبب الاختلاف في التسليح. ليه الاثنين مش زي بعض؟ هبتدي معاك بان احنا نعرف السمبل بيم العاديه اللي هي فيرتيكال لود بس، وبعد كده نشوف لو في لاترال لود المفروض التفصيله هتبقى عامله ازاي. خلاص كده؟ تعالى نبتدي مثلا بالكاميرا اللي هي ايه؟ السمبل بيم العاديه اللي هي لو في فيرتيكال لود بس اهو. حلو الكلام؟ اول حاجه علشان تبدا التسليح لازم تبقى متخيل شكل العزم. لو انت بص انت بتحط التسليح ده بناء على ايه؟ بناء على شكل العزم. فين العزم هيبقى موجود؟ بعد كده تحط التسليح بناء على العزم ده. شكل العزم على الكاميرا السمبل بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى كده. اللي هو احنا كنا بنقول دبليو ال سكوير على الكام؟ على 8. وفي عندنا عزم سالب هنا وعزم سالب هنا قيمته دبليو ال سكوير على الكام؟ على 24. دي قرأناها المره اللي فاتت، ده دبليو ال سكوير على التمام. يبقى في عندي عزم سفلي على الكاميرا هنا بالكامل، وعزم علوي موجود فين؟ في الاند سبورت هنا وهنا بس. لو هنحط التسليح بناء على العزوم، تعالى نبدا بالسفلي. هجيب سيخ من هنا لهنا، تمام؟ وبعد كده لو هنتكلم على الحديد العلوي هيبقى في سيخ صغير هنا كده وينزل برجل، وهنعرف طبقا للكود المصري بيبقى المسافات عامله ازاي. المسافه هنا، المسافه جوه هتدخل قد ايه، والمسافه هنا، وهل الحديد ده كله هيكمل من الاول للاخر ولا لا؟ ده كله هنعرفه دلوقتي. بعد كده هرسم من ناحيه، طبعا هو الموضوع سيمتري صح ولا انا غلطان؟ يعني هنا زي هنا، ده زي ده. بالنسبه بقى للحديد اللي هو مكمل من الاول، هل كل الكميه محتاج ان انا اوصلها؟ هل العزم هنا زي العزم بعد شويه كده؟ اكيد العزم هنا في النص اكبر قيمه، فبنحتاج اكبر كميه من التسليح. الكود سمح لنا عشان نوفر ان انا اقسط في الاسياخ، مش لازم كل الحديد بنفس الكميه تكمل من اول الكاميرا للاخر. حط شرط قال لك ممكن تخلي كميه تكمل من الاول للاخر وكميه ثانيه تقف، تبقى بمقاس اقل شويه. بس المهم عنده ان الكميه اللي هتكمل من الاول للاخر ما تقلش عن كام؟ عن ثلث الكميه كلها. يعني مثلا لو انت عندك 6 اسياخ، على الاقل ثلثهم يكمل من اول هنا لحد فين؟ لحد هنا. طيب دي الحته دي ليه؟ دي لها تفسير يعني بعيد شويه بس يخص الديزاين. فاحنا دلوقتي بما اننا بنتكلم على الشولدر رونج بتاعها، لكن ملخصها حاجه لها علاقه بشد، شويه شد جايين من القص. انا تقريبا شرحت لكم الكلام ده قبل كده صح كده؟ قلنا ان في شد جاي من القص، بناء عليه الكود بيطلب مننا حاجتين دايما. اول حاجه انك ما توقفلوش السيخ عند الزيرو مومنت، علشان ايه؟ في شويه شد جايين زياده من الشير، فلازم اكمل السيخ من بعد الزيرو مومنت مسافه اسمها ايه؟ طول ايه؟ طول الرباط. حاجه كمان قلت لكم عليها انه بيطلب منك ان على الاقل ثلث الاسياخ تكمل من اول الكاميرا للاخر، على الاقل ثلثها. خلي بالكم عشان الثلث دي هتتغير. الثلث دي معموله على اساس ان انت شغال على كاميرا ايه؟ جرافيتي لود، لا مش سمبل جرافيتي لود، شايله جرافيتي لود. لان اللي هتبقى شايله لاترال لود هيغير النسبه، مش هيخليها كام؟ مش هيخليها ثلث الحديد. وهقول لك ايه السبب برضه. طيب هنا في حديد تاني هيبقى، احنا قلنا دول ثلثهم، الثلثين بقى هيبقوا هنا بالمنظر ده كده. فعايز اعرف المسافات بتاعتهم. وهل الحته دي هسيبها فاضيه ولا لا؟ احنا قلنا الكود زي ما قررنا شويه، هل ينفع ان انا اسيب الحته دي فوق دي فاضيه اللي هو الستريب كومبريشن؟ احنا قلنا على الاقل طبقا للكود كام؟ 10%. فانا برضه لازم احط حديد هنا من هنا. طبعا مش هقول من البدايه ده للنهايه ده على طول كده، لازم يبقى في ايه؟ مسافه وصل كده طبقا للكود هنشوف بتساوي برضه كام. تعالى بقى نشوف ايه المسافات اللي انا عايز اعرفها. اول مسافه عايز اعرفها، شايفين الحته السيخ القصير ده؟ عايز اعرف المسافه من هنا لهنا كام. وطبعا مش من غير كلام اللي هنا هتبقى زي اللي هنا. حاجه كمان عايز اعرف، لو انا اعتبرت ان دي كده ايه كنت يعني ايه، عايز اعرف المسافه دي كام. وعايز اعرف المسافه اللي هدخلها هنا جوه الكاميرا دي كام. طبعا الكلام ده مش موجود في الكود الامريكي، ما بيعترفش بان حاجه اسمها انك تخش ال دي تنزل برجل كده. بيبقى عنده طول للحته الاستريب دي
وطول الايه الهوك اللي داخل ده. حلو الكلام؟ طيب عايز اعرف ايه كمان؟ احنا كده عارفين الريشيو ان ده تلت وده ايه تلتين. احنا قلنا ده ما يقلش عن تلت، لكن لو بقى زاد عن تلت عادي مفيش مشكله، ده اصلا لو خدتهم 100% من الاسياخ وكملتها ما يضرش. ايه كمان من المسافات اللي احنا محتاجين نعرفها؟ ده احنا قلنا على الاقل يكون كام؟ 10%. وقلت كمان شرط من شويه، قلت ايه لازم يكون ايه برضه؟ عددهم ما يقلش عن 2 عشان ده تعليق كلام، فكل الاحوال ما يقلوش عن 2. لو عمق الكاميرا زاد عن 70 لازم نحط زود ايه كمان؟ في النص كده حديد ايه؟ شرينكج بار اللي هو قال نسبته ما تقلش عن 8/10%. تعالوا بقى نشوف الكود حد بقى يبين المسافات. اول حاجه وفي مسافه كمان عايز اقولها، شايفين مسافه التراكم من دي اللي هي من هنا اللي هي الحته دي برضه عايزين نعرفها بكام. انا هسميهم اسماء وانتوا نجيب بقى كل واحده من دول مسمى دي A وB وC ونكتب بقى هنا المسافات بتاعتها كام. هو مسمى المسافه دي على الرسمه اللي عندكم في الكود. ها؟ مسميها ايه؟ B صح؟ يبقى المسافه دي هنسميها B اهو. المسافه دي اسمها B، والمسافه اللي هنا دي على طول بناخدها بكام؟ ب L دي. مش محتاج. والمسافه دي هو مسميها كام؟ A. والمسافه دي مسميها E اعتقد صح؟ بالظبط كده. تعالى بقى نشوف المسافه ايه؟ بياخدها بكام؟ هتلاقي عاملها اصلا في الجدول كده في الجنب. المسافه ايه بكام؟ 15% ال انهي ال؟ ال اللي انت فيه اللي هو ده اهو مسافه من هنا كده هنا اسمها ال. تمام كده يا جماعه؟ المسافه من هنا لهنا دي اسمها ال، دي ال المقصود او نسميها ال واحد حتى عشان ممكن بعد كده بس هي احنا بنتكلم حاليا في السمبل بكام؟ 15% ال واحد. طيب المسافه دي بكام؟ ها؟ 10% ال يعني عشر البحر اللي هي 10% ال ايه؟ برضه ال واحد. بعد كده المسافه ايه؟ اي اهو. المسافه ايه بكام؟ قيمتين 12 الفار 12 الفار او كام؟ او 25 سم الاكبر. صح؟ مش هو بياخد الاكبر ما بين القيمتين؟ ايه تاني اللي دي بتبقى كام؟ 10 المينيمم بتاعها سخين وما تقلش عن كميه قد ايه؟ 10% من الحديد اللي ناحيه الشد، والحديد ده هو ما يقلش عن كام؟ عن ثلث الحديد اللي مكمل من الاول للاخر. يبقى كده تسليح الكاميرا السمبل بي، فاهم المشكله؟ والكنات هيبقى جاي لك في اللوحه يقول لك مثلا الثلث ده 5 6 في المتر او 7 في المتر، والثلث في النص 5 في المتر، والثلث الاخير نفس الكلام، فيديك السبيسنج جاهزه هيديها لك في الجدول. خلاص كده تمام؟ طيب ايه اللي هيختلف معايا لو دي بقت ما بقتش، ونعرف بس الفكره عشان بعد كده هنشرح بدايه الجرافيتي وهنعرف بس ايه الفروق. ايه اللي هيختلف لو دي؟ احنا عارفين طبعا ال دي بيتحسب ازاي، شارحينها بالتفاصيل، عندنا الطريقه بتاعت المعادله، الطريقه بتاعت مين؟ الجدول. لو انا بقى الكاميرا دي بقت شايله لاترال لود، ايه اللي يحصل؟ بص بقى، لو في لاترال لود، لو شايله بقى لاترال لود، ايه اللي هيختلف معايا يا جماعه؟ اولا العزم ده بتاع جرافيتي، وده وارد انه يحصل. يعني معنى يا جماعه ان انا بصمم الكاميرا دي على لاترال لود، هل ده معناه ان انا بلغي ان هو يحصل لها جرافيتي لود؟ هيجي عليها جرافيتي لود؟ لا، الجرافيتي كده كده موجود. اللاترال ده حاجه ممكن تيجي مره في العمر، ممكن تيجي مرتين، ممكن ما تجيش خالص. فانا بس باخد سيناريو زياده احتياطي، يعني كده كده على الاقل لازم اغطي التسليح ده. انا بالكتير انا ممكن اعمل ايه؟ ازود، لكن هقلل لا، لان انا على الاقل ده هيحصل، ده كده كده هيحصل، ده المستمر معاه، وده اللي انا ضامن انه هيحصل. انما التاني دي حاجه ممكن تيجي وممكن ما تجيش. فاحنا توقع دايما انه يحصل زياده مش ايه؟ مش تقليل. اولا العزم بتاع الكاميرا في الجرافيتي لود هيبقى كده. انما العزم على الكاميرا لو في لاترال لود بيبقى عامل ازاي؟ حد عارف؟ بيبقى شبه رسمه الشيل اللي انت بترسمها. الشيل كان بيبقى عامل ازاي يا جماعه؟ مش كنت بتطلع كده؟ بعد كده تنزل كده، تطلع كده؟ اهو ده العزم بتاع اللاترال لود. طبعا انت ما انتش عارف الفرصه هتيجي كده ولا هتيجي كده.
لان وارد تيجي كده وارد تيجي كده، محدش عارف الزلزال هيبقى الكفرس بتاعته في انهي اتجاه. فوارد جدا ان العزم ده يحصل فيه ايه؟ يبقى العكس، فممكن يبقى ايه؟ يبقى كده. صح ولا انا غلطان؟ اذا في 3 احتمالات، ان ده يحصل وان ده يحصل وان ده يبقى في كيس معينه هتحصل هتخلي لي اكبر عزم ما عادش في نص البحر، ولكن فين؟ هنا. طبعا هو اللي بيحصل كومباينيشن مع بعض، يعني هو ما بيبقاش كده بس، هي بتبقى كومباينيشن ما بين المثلث ده مع ده، فبيدي حاجه برضه اقرب للمثلث. اقرب للمثلث. حلو الكلام؟ في كيس اللي عايز اقوله ان في كيس معينه هتجيب لك عزوم كبيره قوي عند فين؟ عند السبورت. وبالتالي التسليح اللي انت كنت حاطه هنا كنت حاطه على اساس شويه عزوم سالبه كده تعبانه اللي هم كام؟ ده بيقول لي سكوير على ايه؟ على 24. لا انت ممكن في السلاسل تجيب لك حاجه بقى محترمه هنا. فبالتالي هنعمل ايه هنا؟ اكيد هنحاول بقى ان احنا طبعا كمان في حاجه، انت كنت بتخلي السيخ يدخل ال دي من فوق، كنت بتطلب ان هو يدخل ال دي من تحت. ليه؟ لان انت كان بيبقى عندك المومنت السالب فوق بس، في تحت حاجه؟ طب لو بقى في مومنت ممكن يجي تحت هنا، هتخلي دي برضه تبقى ايه؟ تبقى ال دي برضه. يبقى دايما هتلاقي ال دي من تحت وال دي من فوق، ده مبدئيا. لان العزم بقى ممكن يحصل فوق وممكن يحصل تحت. تعالى بقى نرسم ونشوف ايه الحاجات اللي هتتغير عن الحاله دي. طبعا انا هيبقى تسليح عادي برضه هنا اهو برجل، ده مفيش فيه اختلاف. وهنا برضه برجل ومفيش فيه اختلاف. وهنحط هنا برضه ايه؟ مسافه كده، ودي طبعا المسافه اللي احنا مسمينها ايه؟ ايه. ولو طلعنا بخط كده المسافه دي كام؟ ايه؟ ايه. ودي كام؟ ال دي. تعالى بقى الحديد السفلي. هينفع اعمل السيخ كده؟ يعني يجي لحد وش السبورت كده وخلاص؟ ولا لا؟ قال لك ما عادش ينفع، لان في عزم هنا فلازم تدفن السيخ جوه مسافه ال دي لانه بقى عليه شد. فلازم السيخ ده كمان يبقى طالع بايه برضه؟ برجل كده. ولازم برضه المسافه اللي هي كده اهو ما تقلش عن كام؟ ال دي. عن ال دي. المسافه دي برضه ما تقلش عن ال دي. يبقى الفرق هنا اللي زاد معايا بيبقى في ال دي فوق، برضه كمان بقى ايه؟ في ال دي تحت. وممكن اوصل في الاسياخ برضه عادي. بس هنا التقسيط بقى ايه؟ طبعا المسافه اللي احنا كنا مسمينها ايه؟ ب. كنت بقول لك هنا ان ده على الاقل يكون كام؟ تلت، واللي يقف تلتين. هنا بقى انا غيرت كلامي واقول لك على الاقل 50% وهنا 50%. ده على الاقل، يعني ممكن تخليهم كلهم يكملوا في سكين. هنا كان دول كام؟ تلت، وده ايه؟ تلتين. هنا ده لسه زي ما هو 10%. المسافه ايه؟ هات كده الجدول وشوف هل المسافه دي اتغيرت ولا لا. ده كده بتاعت الايه؟ مكتوب تحت تفاصيل تسليح الكاميرات البسيطه المعرضه لايه؟ لاحمال راسيه وجانبيه. المسافه هي بكام؟ 15% ال. هل اختلفت؟ هل اختلفت عن فوق؟ ما اختلفتش. طيب المسافه بي بكام؟ حد يمليني من الجدول. المسافه بي بكام؟ ها؟ 1/10 وهي كانت هنا برضه بكام؟ 1/10. 1/10. ال 1 برضه. طب المسافه ايه؟ اتغيرت؟ ها؟ اتغيرت ولا زي ما هي؟ يعني لسه برضه 12 رفاي؟ لا 12 رفاي او كام؟ بقت 50 مللي بس. 25 السنتي. هل اتغيرت؟ بقت 50 مللي بس. لا دي مش ايه، دي مسافه سي يا جماعه. اللي انتوا قصدكم عليها دي سي. لا دي مسافه ثانيه، السي دي بقى المقصود بها ايه؟ دي حاجه ثانيه كويسه ان احنا خدنا بالنا منها. انت لما تيجي ترص الكانات بعد كده بيقول لك انك انت اول كان بتتحط هنا لازم تسيب مسافه هنا على الاقل مسافه سي. فالسي ده هنا لازم تكون بتساوي كام؟ لازم تكون اكبر منه او يساوي كام؟ 50 مللي. 50 مللي. دي حاجه ثانيه. الايه بقى؟ هو هنا ما عملش الايه لسبب، ما وصلش اصلا للسياخ هنا. هو عمل ايه؟ لحمها كلها سيخ واحد. وده على الاغلب بنعمله يا جماعه، يعني اصلا الحوار ان احنا نفصل ده عن ده ما بيحصلش اصلا في الشغل. احنا بنعملها كلها ايه؟ سيخ واحد وخلاص. فدي هتعملها كده. مش هتوصل في الاسياخ. فما عادش في ايه؟ ما عادش في مسافه ايه اصلا. بقت كلها ايه؟ سيخ واحد. والافضل طبعا يعني حتى هنا انت الافضل ان انت تعملها كلها سيخ واحد. وهتوفر معاك.
الا اذا بقى يعني مثلا دول مطلعين لزوم كبيره قوي فانت عايز يعني توفر فعملت دي لوحدها ودي لوحدها، وده ما بيحصلش، هي بتبقى على الاقل بتبقى برضه حاجات بسيطه يعني. ايه تاني؟ كده تمام؟ عرفنا هنا تفاصيل التسليح الفرق ما بينها وبين دي، ان انا بقى عندي ال دي هنا وبقى ال دي فوق. تعالى بقى نشوف مين؟ البيموس كانتليفر. مش اللي هيتغير معانا بقى حاجات بسيطه. تعالى نشوف. لو انا عندي بيم كانتليفر الناحيه دي تفرق حاجه عن الناحيه دي؟ يبقى احنا هندرس احنا بقى الايه؟ الجزء ده. فعشان كده هنا بسرعه كده انت تملي بقى بسرعه عشان ايه؟ ما نضيعش وقت. المسافه دي كام؟ اسمها ايه؟ ايه؟ المسافه دي ال دي. طب لو دي بقى في جرافيتي، دي جرافيتي. طب لو في لاترال يبقى السيخ السفلي، طبعا السيخ السفلي لازم يعدي السبورت من هنا ويجي هنا كده. ده كده لو جرافيتي. طب لو لاترال يبقى السيخ ده ينفع كده؟ لازم اعمل ايه؟ اطلع ال دي برضه. خلاص فهمنا القصه ماشيه ازاي؟ دي المسافه ايه؟ طب انا هقسط الاسياخ يبقى تيجي من هنا كده. طبعا المسافه دي كان اسمها ايه؟ بي. المسافه هنا بقى ما اسمهاش بي. المسافه هنا هتبقى اكبر شويه لان العزم بيبدا يقلب بدري شويه. المسافه دي بقى هو مسماها كام؟ هي دي الفروقات بقى. تعالى كده نشوف الجرافيك دول. المسافه هنا وهو مسماها بي برضه. مش مهم الاسم نسميها، احنا نسميها نسيب. المسافه بي انا عنده دي بقى مسماها كام؟ او حاسبها بكام؟ بتمن البحر اللي هي 0.125 يعني. فده يبقى ايه؟ بتساوي كام؟ لو حد بص على القيمه دي هتلاقيها موجوده ب 15 بحر 15% ال واحد. ولو بصيت على القيمه بتاعت دي زي السن دي بتساوي كام؟ 10% ال واحد اللي هي دي. والمسافه سي بتساوي كام؟ 0.125 ده اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هو تمن البحر يعني. تمام كده؟ طيب. ها؟ لا مظبوطه. البي هي ما هو الاسماء متغيره بس. يعني البي بالنسبه له هي السي عندي. ايه؟ دي صح؟ ونزل برجل كده وممكن يروح هنا كده بالتريفر او يقسم دي لوحدها. يعني ممكن يقف هنا لحد الحته دي كده ويعمل الثانيه دي برجل لوحدها كده. يعني كانه عملوا سيخ شوكه سيخ مره واحده مفيش مشكله. الرجل بتاع الشوكه ده اهي لازم تعدي السبورت برضه باي مسافه. مش مهم المسافه لان الكون ما حطلهاش رقم. بس المهم انك تعدي السبورت. هنا الحديد اللي هيكمل واللي هيقف دول كام؟ ها؟ زي الجرافيك هنا قلت. طب لو في لاترال لود تبقى كام؟ تقولوا يا جماعه عشان بص يبقى هنا يبقى 50 50. لو في لاترال لود يبقى 50 50. ايه كمان؟ ايه تاني اللي موجود هنا؟ ممكن لو انت هتعمل لو هتعمل الكانتليفر ده سيخ لوحده ويدخل من هنا كده ويدخل كده. الاول نرسم العزم عشان زي ما اتفقنا لازم تبقى راسم رسمه العزم. العزم اهو يا جماعه. بصوا يا جماعه عشان ابسطها معاك. العزم نتيجه الرسم بقى ما نفس الكلام برضه اهو. الناحيه دي برضه هنا كده والناحيه الثانيه هتبقى معكوسه. بالظبط كده. طيب في حاجه بقى عايز اقولها. انت دلوقتي لو هتسلح الشوكه عشان في ناس دايما يقول لك ايه؟ الشوكه تدخل جوه الباكيه دي كام؟ دايما نسمعها كام؟ مره ونص الكانتليفر صح؟ هي الكلام ده مش موجود في الكود يعني. عموما لو هتاخدها هو هنا مثلا في الحته دي كان واخدها بكام؟ في حاله ان في جرافيتي لود المسافه اللي هو مسماها دي بتساوي كام؟ مره الكانتليفر مره بس مش مره ونص. مره بس الكانتليفر. فلو الكانتليفر دي بمتر يبقى انت المفروض تدخل هنا كام؟ انا هقول لك على حاجه برضه احيانا ممكن تفرق معاك. الافضل هو المفروض طبعا لازم يبقى معاك العزم، بس انت حتى لو ما معكش العزم المفروض دايما احنا متعودين في شغلنا لازم تمشي من بعد وش السبورت مسافه ما تقلش عن كام؟ ال دي. فانت نصيحه مني خدها دايما الاكبر ما بين ال دي وطول الكانتليفر. يعني مثلا لو الكانتليفر ده بمتر والال دي طبعا متر 20 انا هاخد كام؟ متر 20. هاخد المتر 20 لان انا في كل الاحوال ما ينفعش اقل عن ال دي. مش احنا الكود اصلا اللي قايل لنا كده؟ قايل لنا لازم نمشي من اقصى عزم اللي هو بيعتبر عن وش السبورت هنا مسافه ما تقلش عن ال دي. طب انا افرض ان طلعت القوانين بتاعت الكود دي مش مغطيه ال دي. هي على الاغلب هتلاقيها مغطيه بس افرض طلعت مش مغطيه يبقى انت دايما ايه؟ خد الاكبر ما بينهم. تمام كده يا جماعه؟ طيب كده انا اعتقد كله تمام. ال دي احنا كده عارفين بتتحسب ازاي. الكلام طبعا نفس الكلام. لو هبص اول كلام لازم اسيب مسافه كام على الاقل؟ 50 متر. نفس الكلام بقى هنا مفيش اختلاف.
هنشوف بس لو في هنا يبقى ده برضه هنا نفس الكلام اهو. المسافه هنا لو طلعنا هنا كده المسافه دي احنا بنسميها ايه؟ ايه ودي لازم تدخل مسافه كام؟ اللي دي خلاص هو الطرف ده بقى ما عادش فيه مشكله، والسيخ السفلي اهو، ولو حديد يقف ده المسافه دي كام؟ اسمها بي، والمسافه دي اسمها سي. البي بكام؟ الايه 15%، ال واحد، والبي مليون بسرعه 1/10 دي 10%، ال واحد، والسي زي ما هي خمس البحر، اللي اسف تمن البحر. حلو الكلام؟ ناقص معانا بس نعرف ايه؟ ان لو في حديد سيخ هنا كده وينطبق عليه نفس القصه بتاعت دي، نركز. انا هطلع هنا اهو، المسافه دي كام بقى؟ هو ايه لها بكام؟ وده هتختلف برضه لو في جرافيتي لود ولو في لاترال لود. تعالى نشوف. المسافه دي هو مسميها بي. البي موجوده في الجدول هنا بكام يا جماعه؟ تلت البحر. يعني هنا كانه بيقول لك ال على كام؟ على 3، وهنا ال على 3. بس السؤال انهي ال دي ولا دي؟ الاكبر. ال اللي هي الاكبر. احيانا انا عايز مثلا التسليح العلوي ده طالع معاه مثلا 8 فوق 20 مثلا وعايز اوفر، فممكن المجموعه اللي بعد كده تقل شويه. كام يعني؟ الكود بيقول لك المسافه دي بقى ساعتها تخليها كام؟ حد يشوفها لنا؟ هو كان مسميها على الرسمه سي صح؟ سي بقى دي بكام؟ 20% البحر، يعني كام البحر؟ الا على كام؟ الا على 5. طيب انا عايز في كل الاحوال اقل مجموعه اللي هي الحته دي برضه ما تقلش عن كام؟ ما تقلش عن ال دي. انا عايز لو انت مثلا اقل مجموعه، المجموعه دي مثلا ما تقلش الامتداد ده عن كام؟ اللي دي اقل حاجه ممكن اعملها، ما تقلش عن ال دي. يعني لو لقيت الاسبان على 5 ده طلع اقل من ال دي انا هاخدها بكام؟ ب ال دي. اتفقنا كده؟ يبقى دي اللي على 5 دي اللي على 3. في حاجه ثانيه هنا ما خدناش. كل المسافات عملناها. طبعا احنا خلاص عرفنا ايه اللي هيفرق ده. لو في لاترال يبقى السيخ ده مش هينفع كده، يبقى لازم يطلع ايه؟ ال دي. خلاص كده يا جماعه؟ ده كده بالنسبه للتفاصيل التسليم بتاعت الكونتينوس بيم. اخر حاجه البروكن بيم، واحنا شارحين زيها قبل كده، ان انا لو عندي كاميرا ماشيه كده وبعد كده نزلت كده وبقت مكسره زي المنظر ده كده، التسليح هيبقى عامل ازاي؟ فشرحنا المره اللي فاتت ان انا ما ينفعش ايه؟ السيخ يوصل كده مره واحده. يعني السيخ العلوي اللي ماشي ده هيمشي كده عادي مفيش مشكله ويدخل جوه العمود ده. السيخ السفلي ده ينفع يمشي كده؟ ينفع؟ لازم يحصل هنا ايه؟ مقص او ايه؟ او فيونكه. يعني خلي السيخ ده كده يمشي كده وينزل كده، والسيخ ده يطلع فين؟ كده ويدخل كده. ده المقص. ممكن نعمل هنا فيونكه زي ايه مثلا؟ انا انزل بالسيخ ده كده وارجع اطلع كده وادخل كده وارجع انزل كده، دي الفيونكه. بس احنا طبعا على الاغلب بنعملها هنا بتبقى مقص. في الكاميرات والبلاطات اللي هي بتاعت السلم مثلا بنعملها ايه؟ مقص. الفيونكه دي ما بتبقاش مفضله لحاجه زي كده. الفيونكه ممكن نعملها في منطقه مثلا بلاطه متهبطه عن الثانيه، في اماكن او في كاميرا كونتينوس مع بعضها بس في واحده سمكها اقل من الثانيه ممكن نعمل الايه؟ الفيونكه. هو ده صح وده صح، مش بقول يعني وانت بتختار شوف الاسهل ليك في التنفيذ ايه واعمله، لان ده صح وده صح. خلاص كده يا جماعه؟ لو بصيت يبقى ايه اللي هيحصل بس في البروكن بيم؟ حته ان انا ما اخليش السيخ ده كونتينوس، لازم افصلها. اتفقنا كده يا جماعه؟ بس